تفتكروا ايه اللي هيحصل لو سانتا كلوز اتخطف قبل الكريسماس ب 24 ساعة؟ مين هيحمي العالم وقتها؟ الجيش ولا الشرطة ولا الأبطال الخارقين ولا نصاب أكر اسمه بتسجل في قائمة المشاغبين؟ السؤال الحقيقي بقى، هل الشخص ده ينفع يكون آخر أمل ولا لا؟ لو أول مرة تشوف عالم الأفلام تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب. فيلمنا بيبدأ بولد صغير اسمه جاك يوم الكريسماس، وبيكون ولد مشاغب جدا وبيسرق مفاتيح غرفة الهدايا وبياخد ولاد عمه وبيوريهم هدايا الكريسماس بتاعت سانتا كلوز قصاد حلويات، بس مش بيصدقوا انها هدايا سانتا كلوز. فقال لهم ان هو بيعرف يجيب اي حاجه، وعمه بيجي وبيساله هو ليه بيكذب عليهم، فقال له عشان سانتا كلوز اكيد مش هيجي لانها اسطوره كده. عشان ازاي شخص واحد هيلف على كل البيوت في نفس الوقت علشان يجيب لهم الهدايا وكمان بالغزلان اللي بتطير؟ فقال له عمه ان هو ما يعرفش ازاي، بس اللي متاكد منه ان يوم الكريسماس لما يصحى هيلاقي سانتا كلوز جايب له الهديه بتاعته، وانه لازم يصدق الكلام ده عشان ما يكونش على قائمه المشاغبين اللي مش بيجي لهم هدايا، لكنه مش بيهتم بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبعد 30 سنه بنشوفه وهو كبير وبيبان عليه ان هو بقى نصاب محترف، وبيكون مطالب منه ان هو يخترق شركه معينه ليها علاقه بالاقمار الصناعيه، وبيفتح صور لبنت كان بيراقبها من ايام عشان يتاكد انها هي، عشان هيستغل الكارت بتاعها في الدخول للشركه، وبيلاقي مشترك كهرباء فبيعمل ماس كهربائي بالحاجات اللي معاه، فساعتها الناس بتتلهي في النار فبيروح وبياخد الكارت، والامن برضه بيتلهي في الحريقه فبينجح ان هو يدخل الشركه، وبيستخدم الكارت اللي خده للدخول لمكان سري، وبيحط فلاشه اختراق في السيرفر الرئيسي وبيطلع من الشركه وبتكون نجحت مهمته. وبعدها بنروح لسانتا كلوز الحقيقي اللي بيبقى موجود في مول تجاري لاسعاد الناس بمناسبه الكريسماس، وبيكون معاه الحارس الشخصي بتاعه اللي اسمه كال، وبيكون حارس على اعلى مستوى، والناس بتكون فاكراه شخص عادي ولابس لبس سانتا كلوز، بس برضه بيتبسطوا وبيصوروا معاه. ولما بيخلصوا في المول بيركبوا العربيه وبيبقى في حراس كتير جدا بتحمي سانتا كلوز، وبنروح لمكان عسكري سري عشان يستلم المركبه بتاعته عشان يوم الكريسماس، وبيبقى فيها الغزلان، وقلم بيبقى لطيف جدا معاهم وكمان بياكلهم، وسانتا وقلم بيركبوا المركبه عشان يروحوا على المكان اللي بيجيبوا منه الهدايا، وبتكون في طيارات عسكريه بتحميه وبتامن طريقه. وفعلا لما بيبدا الاقلاع بنلاقي ان الخزلان سحريه وبتطير بالمركبه، وبيجري بسرعه عاليه جدا لدرجه ان هو بيسبق الطيارات العسكريه، والقمر الصناعي بيلاحظ ان في سرعه غريبه وبيلقط الاشاره، وبما ان جاك بيكون مخترق الاقمار الصناعيه فهو كمان بيظهر له الاشاره وبيديها لمنظمه سريه اللي كلفته بالمهمه دي، وبيفرح جدا لما بيبعتوا له المبلغ اللي اتفقوا عليه. وبننتقل لقلب وسانتا كلوز، وبيكونوا وصلوا للقطب الشمالي، وبنلاقيه بيفتح بوابه مخفيه وبيدخل مدينه سحريه وبيكون شكلها متقدم جدا، وبينزل في المكان المخصص للمركبه وبيدخل للمكان اللي هيحط فيه الهدايا، وبيلاقي كائنات فضائيه كتيره جدا بيبقوا شغالين بسرعه عاليه جدا عشان باقي يوم واحد بس على الكريسماس. وسانتا كلوز بيروح على مكان التدريبات عشان يجهز نفسه ليوم الكريسماس، وقلم بيروح يتكلم مع جارسيا اللي بتبقى دب قوي جدا وبيتكلم بلغه البشر، وبتبقى هي مسؤوله عن الامن في المدينه السحريه. وبعد كده بيروح لسانتا في المكان اللي بيتدرب فيه وبنلاقيه بيشيل اوزان كبيره جدا، وساعتها قلب بيقدم له استقالته وهيبقى اخر كريسماس ليهم مع بعض. فسانتا بيتضايق منه علشان اتعود عليه في الشغل ومش عاوز يسيبه، وانهم كمان شغالين عشان يفرحوا الاطفال، وان المفروض دي حاجه تخليه فخور بشغله. فقال له ان هو فعلا حابب شغله جدا، لكن الاشخاص الكبار اللي في قائمه المشاغبين كتروا وعاوزين حد يوقفهم، وانه حاسس ان ده دوره ومش بيرضى يقف قدام قراره، وبيتفقوا انها تكون اخر رحله مع بعض. وبنلاقي المنظمه السريه اللي جاك ادالها الاشاره وهم في القطب الشمالي، وبتبقى رئيستهم ساحره اسمها ليرا، وبيبقوا ماشيين في المكان اللي جت منه الاشاره من القمر الصناعي عشان يعرفوا فين مكان المدينه السحريه، وبيلاقوا ان في مكان معين مش قادرين يعدوا منه، وجابوا سلاح متطور عشان يكسروا الحاجز ويعرفوا يعدوا. وبعدها بننتقل لقلب وهو بيتمشى في المدينه لغايه ما الكائنات الفضائيه تخلص نقل الهدايا الى المركبه، لكن وهو واقف بيلاحظ ان النور اللي في غرفه سانتا عمال بيطفي ويقيد، وبيكلم فريقه عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، لكن بعد كده شافوا تاني، ولما بيتكلم فريقه محدش بيرد، فبيجمع طاقم الحراسه عشان يعرفهم فين مكان سانتا، وكل واحد بيدور في حته وبيقولوا له انهم مش لاقيينه، فبيركز شويه وبيروح على مكان معين وبيلاقي ان المنظمه السريه لسه خاطفاه وماشيين، فبيبلغ ان في اختراق في المدينه وبينط من المبنى وبيتعلق على مبنى تاني وبيجري وراهم، وبيقول لامن المدينه على مكان العصابه، وفعلا بيبعتوا عربيات ليهم، لكن العصابه بيعرفوا يخلصوا عليهم بسهوله. فقلم بينط في مكان مخصص للتزحلق وبيتنقل من واحده للتانيه عشان يوصل لهم اسرع، وفعلا بينجح
بينجح ان هو يوصل لهم، لكن بيضطر ان هو ينط منها عشان ما يخبطش في الحيطه، وبيرمي لعبه على شكل دراجه وبيحولها لدراجه حقيقيه بجهاز معاه في ايده، وبيجري وراهم لغايه ما يطلعوا من المدينه، وبيعرف انهم عملوا ثقب في الجدار عشان يعرفوا يدخلوها، وبسبب المطارده اللي ما بينهم بيحصل انهيار جليدي قوي جدا وبيخبط المركبه بتاعت العصابه، وقلب بينط وبيحول الدراجه للعبه من تاني، وبينزل على المركبه بتاعت العصابه، بس لما بيفتحها مش بيلاقي حد فيها، وبيلاقي طياره من فوقيه تهرب من المكان، وبكده العصابه نجحت ان هي تخطف سانتا كلوز وتهرب، وبيروح على امن المدينه وبيلاقيهم متواصلين مع زوي اللي بتكون في مكانه عسكريه عاليه جدا، وبتقول لهم ان ناقص 24 ساعه على توزيع الهدايا وسانتا كلوز مش موجود معاهم، فقلم قال لها ان هو هيتصرف وهيجيبه قبل ال 24 ساعه، وبتقول لهم انها وصلت لمعلومات ان حصل اختراق للاقمار الصناعيه، عشان كده عرفوا مكان المدينه، فسالها مين اللي عمل الاختراق ده، فبتتواصل مع كائنات فضائيه عشان تعرف منهم مين اللي عمل الاختراق، وقالوا لهم ان اسم شهرته الثقب، وانه على مستوى عالي جدا من الهاكر، وبيشتغل مع اللي بيدفع اكتر، وبيبقوا شغالين على انهم يعرفوا مكانه عشان هو اللي هيوصلهم للعصابه، وبيبقى قصدهم على جاك اللي بتبقى حياته عشوائيه جدا وبيشرب كتير، وبيجيله اتصال من مراته عشان يروح يجيب ابنهم من المدرسه عشان هي هتتاخر في الشغل، وبيروح يجيبه وهو متضايق عشان مش بيحب يعمل كده، وبيبان ان هو مش مهتم بابنه وبحياته، وبيروحوا ومراته بتطلب منه ان هو يجي يقضي معاهم ليله الكريسماس علشان ابنهم، لكنه بيقول لها ان هو عنده شغل ومش فاضي وبيسيبها ويمشي، ولما بيروح على البيت بيحس ان في ناس بتراقبه لغايه ما بيحاصروه من كل مكان، وبيشوف خيال تحت الباب وبيعرف ان في ناس مستنياه يدخل، فبيضرب واحد وبيدخله الشقه مكانه، وبيلاقي ان هو معاهم سلاح اشعاعي بيخلي الجسم يتوقف نهائي، فبيتقاتل معاهم وبيحاول يخليهم يضربوا بعض بالسلاح الاشعاعي، فجزء كبير جدا منهم بيتوقف تماما وبيكون على مستوى عالي جدا من القتال، وبيعرف يخلص عليهم كلهم، وما بيكونش عارف مين دول وايه السلاح ده، وبيهرب من البيت وبيخش مبنى عشان يستخبى منهم، لكن اول ما بيفتح الباب بيلاقي زوي بتضربه بالسلاح اللي معاها وبتوقفه تماما عن الحركه، وبيكتفوه في كرسي وبيضربوه بالسلاح تاني عشان يستعيد وعيه، وبتقول له انهم عارفين باللي عمله، لكن جاك ما بيكونش فاهم اي حاجه، وبيتفهمها ان هو شغال في كذا جهه للي بيدفع اكتر، فبتقول له انها قصدها على عمليه اختراق الاقمار الصناعيه، فقال لها انها كانت عمليه غريبه جدا علشان ما كانش فاهم المنظمه عايزه تخترق ليه، بس هو عمل اللي هم عايزينه وخلاص، فبتساله مين اللي كلمه، بس قال لها ان هو ما يعرفش، وانهم بيبقى حاميين نفسهم كويس جدا، وبتخليهم يحطوه في صندوق عشان تنقله للقطب الشمالي في المدينه السحريه، وبتفهموا انهم في مدينه مورا، وهي مدينه سحريه في القطب الشمالي، ومهمتهم انهم يحموا ويامنوا الكائنات الاسطوريه، فبيستهزأ بيها عشان ما بيكونش مصدق كلامها، لكن بيتصدم لما بيلاقي فعلا قدامه كائنات اسطوريه وما بيكونش مصدق نفسه، وبتاخده لغرفه التحقيقات وبتوري له الفلاشه اللي اخترق بيها الاقمار الصناعيه اللي محدش عمره اخترقها قبل كده، وانه متهم انه ساعد منظمه سريه في اختطاف سانتا كلوز، لكن قلم بيقطع كلامهم وكان لسه هيضربه، بس زوي بتقول له ان هو مش عارف هو عمل ايه، لكن قلم برضه بيساله ادى المعلومات دي لمين، ولما بيقول له مش عارف بينادي على القرصيه، وقتها شاك بيتصدم وبيخاف جدا، ولما بتمسكه بس بيقول لهم انه فعلا مش عارف هم مين بس عارف هم فين وهيروحوا فين بعد كده، ساعتها القرصيه بتسيبه وبيقول لهم ان هو بيبقى مأمن نفسه دايما، وباعت ملفات فيها فيروس للي بيتفق معاه على الشغل عشان يعرف مكانه في اي وقت، وبيمسك تليفونه وبيقول لهم ان اللي طلب منه الاختراق موجود في مدينه اسمها اوروبا، وقلم بيكون عايز يروح على هناك لوحده، لكن زوي بتقول له ان جاك هيروح معاك علشان لو احتاجه في اي حاجه، بس قال لها ان هو مش واثق فيه علشان على قائمه المشاغبين في المستوى الرابع، يعني انسان مش كويس، وجاك بيتريق على الكلام ده عشان ما بيكونش مؤمن بيه، بس زوي عشان تقنع قلم ان هو يشتغل معاه بتركب جهاز تتبع في رجل جاك مش هيعرف يشيله عشان لو عاوز يجيبه في اي وقت، وساعتها فعلا بيوافق وبياخده عشان يروحوا على هناك، وبننتقل لسانتا كلوز في المكان اللي مخطوف فيه، وبتيجي ليلا رئيسة العصابة وبتقول له ان العالم بقى سيء جدا علشان قائمة المشاغبين كترت، عشان محدش فيهم خايف لانهم مش بيتعاقبوا، لكنها هتعاقب كل المشاغبين وهتخلص عليهم كلهم عشان العالم يكون افضل، وانها في ليلة واحدة بس هتغير العالم للافضل، وبيكون قصدها على ليلة الكريسماس اللي فاضل عليها يوم واحد بس، وبتكون خطفت سانتا كلوز عشان قائمة المشاغبين في عقله هو بس، فبتنيمه عشان تاخد منه كل القايمة، وفعلا بتنجح انها تاخد قايمة منه، وبتخلي حد من رجالتها يعمل لها جهاز عبارة عن بلورة اصلية عايزة تستنسخ منها كذا واحدة، وبتستخدم فيها قوة سانتا كلوز، وبتبقى هتبدأ تستخدم البلورة في اسم عشوائي قائمة المشاغبين واللي اسمه اروني، وبننتقل لقلم وجاك اللي بيجهزوا نفسهم عشان يروحوا على مدينة اوروبا اللي فيها العصابة، وبيروحوا على محل لعب اطفال معين، وجاك بيكون مستغرب
مستغرب هو هنا ليه، بس كالم بياخد لعب معينه وبيروح على باب مقفول في المحل، ولما بيفتحه وبيدخل بنلاقيه بينتقل في مكان تاني، وجاك بيكون مستغرب جدا وكالم بيسحبه وبيسال ايه ده، وبيقول له ان دي بوابه للتنقل من مدينه بورا اللي في القطب الشمالي للعالم الطبيعي، وبياخد عربيه لعبه من اللي جابها في المحل وبيحطها في الارض وبيحولها لعربيه حقيقيه بالجهاز اللي في ايده. وبرده جاك بيكون مستغرب جدا ان كالم مش بيرد على اسئلته وبيقول له يركب، وبيتحركوا على مدينه اوروبا. وهم في الطريق جاك بيساله باستهزاء انه شغال للحارس الشخصي لسانتا كلوز، وانه كده شغال لمده يوم واحد بس وهو يوم الكريسماس. فقالوا انهم بيتدربوا سنه كامله عشان اليوم ده، وانهم بيوزعوا الهدايا لمليارات من الناس في نفس الوقت، وكمان عشان محدش يشوف سانتا وهو بيحط الهدايا. وقال له ان هو ممكن يسهلوها على نفسهم ويقسموا نفسهم مجموعات كذا مكان مختلف عشان يوزعوها بشكل اسرع. وقال له ما ينفعش لان سانتا كلوز هو الوحيد اللي يعرف يعمل كده، وبرضه هو الوحيد اللي عارف الناس بتصحى امتى وبتنام امتى، وبيسيب الهدايا من غير ما حد يشوفه، وده بسبب قوته الخارقه. وبيوصلوا للمدينه وجاك بيوري له الراجل اللي طلب منه الاختراق، وبيكون اسمه تيد، وبيكون في حراس كتير بتحميه، واول ما بيقرب منه كلهم بيحوطوه من كل مكان، وبيفضل مصر ان هو يروح له، وكلهم بيطلعوا اسلحتهم، وفي واحد بيجي يكتفه وكان لسه هيضربه فبيخبط رجله وبيصغر في الحجم. كلهم بيستغربوا من اللي شايفينه، ولما بيخبط رجله تاني بيكبر في الحجم، وبيفضل يستعمل الحركه دي في القتال كله، وبيخلص عليهم كلهم بكل سهوله. فساعتها ديد بيجي له وكالم بيساله ادى احتسيات القطب الشمالي لمين، فقال له انه ما ينفعش يقول اسمها علشان هتسمع. فكالم بيوقعه عشان يكتب اسمها على الارض، ولما بيكتب اسمها اللي هو ريلا، جاك بينطق الاسم عشان يقراه، وساعتها فعلا بتسمعه لانها بتسمع اي شخص بينطق اسمها، وبتحول شكلها وبتغير الطقس في كل المدينه، وبتتجسد في جسم تيد عشان تتواصل مع كالم. وكالم ساعتها بيعرف انها ساحره الكريسماس، وبيبان من كلامهم ان هم يعرفوا بعض قبل كده، وبيسالها فين مكان سانتا كلوز، فقالت له انه معاها ونايم في هدوء وبيلبس النضاره عشان توصله بالطاقم الامني اللي في القطب الشمالي عشان يسمعوا المحادثه اللي ما بينهم. وبيسالها هي بتعمل كده ليه، فقالت له عشان تعاقب كل واحد موجود في قائمه المشاغبين، اي حد قتل او كذب او غش، وبعد كام ساعه كل ده هيتعاقب. بس كالم قال لها ان دي مش طريقه سانتا كلوز، وانها كده بتغير طريقته اللي بقالها سنين، وان هو مش هيسمح لها تعمل كده، بس مش بتهتم بكلامه وبتنهي المحادثه. ساعتها بيوصل اتوبيس من البحر فيه 3 وحوش من التلج، بس بيحدفوا عليهم سلاح وبيجي في شخص بالغلط وبيتجمد، وجاك بيجري هو وتيد. كالم بيحاول يتقاتل معاهم على قد ما يقدر، وبيستخدم قوته في ان هو يصغر ويكبر، وبيمسك ترابيزه وبيضربه بيها وبيقسم جسمه، وبنلاقيه ان هو قام وجمع جسمه من تاني. وفي ظل قتال جاك وكالم في وحش منهم بيعرف يجمد ديد، وكالم بيكتشف بالصدفه انه لما يشيل مناخير واحد منهم جسمه بيتوب، وبيعمل كده مع باقي الوحوش وبيخلص عليهم بسهوله. وبننتقل لاوردني اللي الساحره ليلا هتجرب فيه جوه البلوره، وبيبان ان هو شخص خرساوي فعلا عشان كده محطوط في قائمه المشاغبين. ولما بيفتح العربيه بيلاقي هديه، ولما بيفتحها بيلاقي بلوره، واول ما بيمسكها لونها بيتغير وبيختفي تماما. وبيجي حد من عصابه الساحره اللي عندهم قدره انهم يغيروا شكلهم، وبيبلغها ان البلوره بايظه عشان المفروض كان يتحبس جوه البلوره وفي سجن الساحره، فبتزعل اللي عملها علشان يصلحها. وبننتقل لكالم وجاك وهي زيو بتوريهم كاميرات المراقبه في اليوم اللي دخلت فيه الساحره المدينه. فجاك بيستغرب ان شكلها صغير، فكالم قال له ان عمرها 900 سنه وبتتحول على اي شكل هي عايزاه، وعندها 13 ابن بيتحولوا زيها وبيطيعوا كلامها في كل اللي هي عايزاه، وبيكونوا عايزين يعرفوا مكان الساحره علشان ينقذوا سانتا كلوز. وبيشوفوا من جهاز الاماكن اللي حصل فيها سحر الايام اللي فاتت، وبيلاقوا فعلا من 8 ايام حصل هالة رنين ليها علاقه بالسحر في المانيا، فبيستغربوا علشان ده مكان اخو سانتا، وبيفهم انها كده شغاله مع اخو سانتا كلوز. كالم وجاك بيتحركوا على مكان اخو سانتا على امل انهم يلاقوا الساحره وسانتا هناك وينقذوه. وهم في الطريق مرات جاك بتتصل بيه علشان مش مهتم بابنه خالص، وانه طلب منه يروح معاه حفله الموسيقى بس هو رفض، بس قال لها برضه ان هو مشغول وفي شغله، وبيحاول عربيه تانية من لعبه الحقيقه بالجهاز اللي في ايده، وبيتحركوا على مكان اخو سانتا وفعلا بيوصلوا. بس قبل ما بينزلوا جاك بيساله عن اخو سانتا، وبيقول له ان اسمه كرامبوس وكان شغال مع سانتا في البدايه، وسانتا كان بيدي الاطفال للهدايا، وكرامبوس كان بيراقب افعالهم واعمالهم طول السنه. ومن هنا بدات قائمه المشاغبين علشان كرامبوس بدا يكتب اسماء الاطفال اللي كانت افعالهم سيئه وبدا يعاقبهم فعلا، وسانتا ما كانش عاجبه تصرفه فاخد منه القائمه وبطلوا شغله مع بعض من ساعتها. بس كرامبوس اتعرف على الساحره ريلا علشان كانت عندها افكار زيه بالظبط،
وهم ظنوا انهم وقفوا شغل مع بعض، لكنهم اتفاجئوا انهم تعاونوا مع بعض تاني في خطف سانتا، وبينزلوا على المكان وبينبه عليه ان هو ما يعملش اي تصرف من دماغه وما يلمسش اي حاجه جوه، عشان جوه في حاجات كتير مش هيفهمها. وبيحاول يفتح الباب بس مش بيقدر يفتحه، لكن لما بيشغل الجهاز اللي في ايده بيزودوا جوه وبيفتحوا بسهوله، وبيخشوا وبينتقلوا لعالمهم فعلا، وبيلاقوا وحوش غريبه متحنطه بتحمي المدخل، وبيحاول لعبه معاها لفرخه حقيقيه علشان تشتتهم، وفعلا بتعرف تعمل كده وبتبعدهم عن المدخل. وساعتها بيكملوا طريقهم، وجاك بيلاقي دهب كتير جدا في الصندوق، وساعتها بتحصل اصوات كتير جدا وكانه انذار، وبتيجي وحوش كتيره جدا عشان جاك سرق قطعه دهب من الصندوق، وبيعاملوهم كلصوص وسجنوهم. قلم بيتضايق منه علشان نبهه ان هو ما يلمسش اي حاجه، وقال له ان هو ما كانش عارف ان ده هيحصل، وانه كمان عليه فلوس كتير عشان كده مش فاضي انه يشوف ابنه، وانه خد القطعه دي عشان كان ناوي يبيعها ويقلل شغله ويعرف يقعد مع ابنه شويه عشان يكون له اب جيد. بس قلم قال له يركز في قراراته، عشان معنى ان اسمه في قائمه المشاغبين فده ما حصلش بالصدفه، ولكن بسبب قراراته، وانه يحسن من نفسه علشان ابنه. وبعد كده الحراس بتاخدهم وبتوديهم لكرامبوس، وبيكون في مكان كله وحوش وشكلها غريب، وبيكون كائن بيحب اللعب والتسليه، وبيكون رئيسهم واقوى واحد فيهم. ولما بيشوف قلم بيستغرب بوجوده عشان عارف ان هو حارس سانتا، وبيكونوا خدوا منه الجهاز اللي في ايده وادوا له كرامبوس، فبيستهزأ بيه وبيرميه، وفي واحد بياخده، وكده قلم بيكون اضعف بكتير. وقلم بيقول له ان سانتا اتخطف واللي خطفته الساحره، وانه عارف انها كانت هنا من فتره، فقال له انها كانت هنا فعلا عشان تاخد منه هديه معينه، وهي البلوره الزجاجيه عشان تعمل عقاب قاسي جدا للمشاغبين، لكنه رفض ينضم ليها علشان هو مستمتع بحياته هنا. قلم بيكون عاوز يمشي علشان خلاص عرف تخطيطها وينقذ سانتا، لكن كولومبوس بيرفض وبيقول لجاك ان هو يمشي ويبلغ القطب الشمالي ان هو مسجون، لكن جاك بيرفض ان هو يسيبه لوحده، وبيقول له ان هو ممكن يلاعب قلب، ولو كسب يمشوا ولو خسر يفضل مسجون هنا. فطبعا بيوافق علشان هو بيحب اللعب جدا، وكمان عشان هو اقوى منه بكتير، فاكيد ضامن ان هو هيكسب. وبيحاول يستجمع كل قوته وبيضربه ضربه قويه جدا، بس طبعا مش بتاثر فيه خالص. وبيجي دور كولومبوس وقلم بيكون خايف جدا، وفعلا بيضربه ضربه قويه لدرجه انه حاسس ان وشه مش في مكانه، بس بيقاوم وبيقوم. وجاك بيعرف الجهاز بتاع قلم فين، فبيعرف يسرقه من الكائن اللي خده منه من غير ما حد ياخد باله. ولما قلم بيستعد ان هو يضربه، جاك بيحط له الجهاز في ايده فبيرجع قوي جدا تاني زي ما كان، وبيعرف يضربه ضربه قويه لدرجه انه بيقع بعيد. قلم بيحاول روبوتين لاجسام كبيره بالجهاز اللي معاه، وجاك كمان بيضرب ناس منهم، وبيستغلوا الفوضى اللي حصلت وبيهربوا من المكان بسرعه. ولما بيخرجوا قلم بيشكره على انه هو ما تخلاش عنه، وانه كان ممكن يهرب ويسيبه، بس هو ما عملش كده. وبيتفقوا على خطواتهم الجايه، وهي انهم هيحاولوا يعرفوا مكان الساحره، بس برضه جاك بينسى وبينطق اسمها، فبتسمع وتقرر انها تعاقبه. ورجالتها بتقول لها انهم صلحوا البلوره وجاهزه انها تجربها. وجاك وقلم بيكونوا في طريقهم للقطب الشمالي، وبيلاقوا قدامهم بيانو وعليه هديه وعليها اسم جاك. ولما بيفتحوها بيلاقوا بلوره، وفي نفس الوقت ده ابن جاك بيتصل بيه وبيقول له انك لو مش عايز تيجي الحفله بس بلاش تبعت هدايا سخيفه، وما بيكونش فاهم قصده وولا له البروله عشان كان فاكر ان ابوه هو اللي بعتها. فبيقولوا له ان هو ما يلمسهاش، لكنه ما بيكونش سامعهم وبيمسكها. ساعتها لونها بيتغير وبيتسجن في البلوره وبيختفي من المكان. ومن غير تردد جاك بيروح يمسك البلوره عشان يروح لنفس مكان ابنه، وبيقول لقلم ان هو يدور عليه، وبيختفي هو كمان. وبنلاقيهم هما الاتنين محبوسين في البلوره عند الساحره ريلا. ومعنى كده ان رجالتها نجحوا انهم يعملوا البلوره السحريه عشان تسكن كل الاسماء اللي في قائمه المشاغبين، فبتعمل بلورات كتيره جدا عشان تكون جاهزه يوم الكريسماس. وبننتقل لقلم وهو بيتكلم زوي وبيقول لها اللي حصل، وبيفكروا فين مكان الساحره ريلا، وبيبداوا يجمعوا كل الخيوط ببعض، وان المكان الوحيد اللي يعرفوا يعملوا فيه الاعمال السحريه دي هو القطب الشمالي. وكمان بيشوفوا جهاز الجي بي اس بتاع جاك، بيلاقوا لقط اشاره من القبه اللي في القطب الشمالي، وبيقولوا ازاي وهو كل يوم هو وفريقه بيدوروا عليهم، وبيقولوا انهم مش موجودين في القطب الشمالي نهائي. فبيبدا يشك في موضوع فريقه، وبيتصل بالمساعده الاولى في فريقه وهي المسؤوله عن اكل سانتا، وبيسالها هي بتعمل ايه، فقالت له انها بتعمل خبز ماكرون على امل سانتا لما يرجع يلاقيه. وبيقفل معاها وبيعرف انها مش هي، عشان هي عارفه ان هو بيكره خبز الماكرون ومش بياكله. فبداوا يفهموا انهم متحولون وبيحولوا شكلهم لفريقه، وفعلا بنلاقي انهم بيتغيروا على شكل فريقه، وبيروحوا للقطب الشمالي وبيشوفوا جهاز الجي بي اس اللي في رجل جاك علشان يعرفوا مكان الساحره. وبيلاقي واحد من رجالته بس بيفهم ان هو متحول لشكله، وبيضربه وبيلاقوا شكله اتغير فعلا، وبيبدا يخش للمكان. في الوقت ده جاك بيقول لابنه ان هو ما يستاهلش يكون هنا علشان هو ولد كويس، وانه اكيد اسمه مش في قائمه المشاغبين، لكنه هنا بسببه علشان هو عمل حاجات غلط كتير، وانه كان اب سيء ليه، وانه بيتمنى انه ما يكونش فات الاوان علشان يحاول يكون اب كويس، وان هو بس عايز فرصه كمان. وابنه بيكون حبه اكتر
بسبب كلامه، وساعتها بنلاقي البلورات بتكسر علشان يعترف بغلطه واسمه اتشال قائمة المشاغبين، وبيرجعوا لشكلهم الطبيعي وبيحضنوا بعض. وساعتها قلم بيكون وصل لعنده وبيفهم ان الساحرة مشيت عشان توزع البلورات بنفسها، فبيستغرب علشان الغزلان مش هتطير من غير سانتا، فبيفهم ان سانتا معاها وبيجروا عشان يلحقوها. بس وهم ماشيين بيسمعوا صوت من المخزن، ولما بيفتحوا بيلاقوا فريقه الحقيقي وهو محبوس من يوم الهجوم على القطب الشمالي، وبيروح هو وفريقه عشان يوقفوا الساحرة اللي بتكون واقفة عند مكان انطلاق المركبة، وبيلاقوا فعلا سانتا معاها، وبيبدأ الهجوم بين فريقها وفريقه، وجاك وزوي بيقاتلوا معاهم، والساحرة بتبدأ تتحرك بالمركبة، بس قلم وجاك بيجروا وراها وبيتعلقوا فيها وبيطلعوا لها وبيبدأوا يتقاتلوا معاها، لكنها بتكون قوية جدا وبتعرف ترميهم لبعيد. لكن جاك بيقع على السلاسل وبيفصل الغزلان عن المركبة قبل ما تخرج من القطب الشمالي، وبتخبط المركبة والساحرة بتقع. وقتها المركبة بتقف وقلم بيروح يحرر سانتا وبيفوقها من الإغماء اللي هو فيه، ولكن ساعتها بنشوف الساحرة وهي بتطلع من على الجسر من تاني، لكن المرة دي بيكون بشكلها الحقيقي، بيكون جسمها عملاق جدا، بيكون لسه هتهجم عليهم، ولكن بيلاقي كرامبوس أخو سانتا وهو بيساعدهم وبيبدأ يتقاتل معاها على الرغم من إنهم بيحبوا بعض. وقلم كمان بيحاول يضرب فيها لكن من غير فايدة، لكن لسه هتقتله. ولكن ساعتها بنلاقي سانتا فاق وبينادي على الغزلان بتوعه، وفعلا بيجوا وبيهجموا على الساحرة وبيرموها في مكان البلورات وبتتحبس في بلورة منهم. وسانتا بيشكر قلم على كل اللي هو عمله، وبيشكر برضه اخوه، وبيبداوا يتجهزوا عشان باقي 5 دقايق بس على الكريسماس، فبيجهزوا الاداء في المركبة بسرعة جدا. وجاك وابنه بيبقوا مستغربين من اللي هم شايفينه، وسانتا بيلبس لبسه وبيشكرهم على اللي عملوه، وبيسألهم اذا كانوا عايزين يجوا معاه، وطبعا بيوافقوا وبيكونوا فرحانين جدا. وبعد كده فعلا بينطلقوا، وبنلاقي ان الهدايا بتكون كتيرة جدا لكن بحجم صغير، وبيحطوها في شوال، وسانتا بياخدها وبينزل من المركبة بحب، وبينزل على البيوت وحجمه بيصغر وبيكبر، وبيكبر الهدايا اللي حجمها صغير، وبيكون معاه كائنات فضائية صغيرة عشان ترجع كل حاجة زي ما هي عشان محدش يلاحظ بوجوده وكأنه ما جاش. وجاك وابنه بيكونوا منبهرين باللي شايفينه. سانتا بيكون سريع جدا ومعاه طاقم كامل عشان يلحق يوصل كل الهدايا كل الأطفال في نفس الوقت، وفعلا في آخر اليوم بتتم المهمة بنجاح، وبيكون وصلوا كل الهدايا في الوقت اللي هم عايزينه، والأطفال بتفرح بالهدايا اللي وصلت. وبنلاقي قلم وهو بيقول لسانتا ان هو مش هيستقيل وهيكمل معاه عشان عارف اهميه اللي هم بيعملوه. وبيبص على جاك وهو بيتكلم مع ابنه، وبيلاقي فعلا ان هو بقى اب كويس زي ما كان بيقول، وبيشوفه بشكله لما كان صغير، وان فعلا الرحله دي اثرت فيه بشكل كبير. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش تشير ولايك وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.